مساء الخير. الفيديو ده انا بعمله النهارده يا اصحابي، بحبكم وحشتوني. بعمله عشان اوريكم ايه الحاجات اللي انا اشتريتها من امازون في البلاك فرايداي او الجمعه البيضاء. طيب فهنبتدي باول حاجه. طبعا انا جبت الحاجات بقالي فتره بس ما فتحتهاش عشان كنت عايزه اشارككم هذه الفرحه في المشتريات، ان انا يعني ايه، جبت الحاجات اللي انا كان نفسي اجيبها. في حاجات شخصيه، في حاجات هدايا لاصحابي وهدايا لقرايبي، وفي حاجات طلبات البيت يعني. اوكي، عشان انا بستنى عاده السيل عشان اشتري اللي انا محتاجاه. اوكي طيب فهنفتح اول بوكس. بسم الله. طبعا انا والله الحاجات دي جات لي يمكن من اسبوع وما فتحتهاش عشان افتحها معاكم وافرجكم. طيب ده البوكس كله فاضي البوكس كله فاضي ومفيهوش حاجه غير القلم ده. طيب القلم ده هو اعتقد ليب لاينر، ليب لاينر، والبينك او البينك اللي على اهو. مش عارفه انتوا هتشوفوه ازاي، بس انا هحاول احط لكم هنا. ادي القلم، عايزه اوريكم اللون. ادي القلم. اوكي ده ليب لاينر اللي هو اللون البينك اللي انا بحبه. اوكي تمام، ده قلم ليب لاينر البينك، اللون ده انا بحبه قوي، بعشقه. اوكي طيب احنا كده هنحط البوكس هنا والاغراض هنا. طيب تاني بوكس. اوه دي حاجات كتير قوي بصوا بقى يا جماعه، ده ما هذا؟ مش عارفه ايه ده، مش عارفه ايه ده اصلا. ده مينك اويل. ده مينك اويل، زيت المينك الطبيعي ده، عشان تستخدميه كمرحله من مراحل العنايه بالاحذيه والشنط الطبيعيه. يعني لو عندك حذاء او شنطه جلد طبيعي او جلد صناعي مش مشكله، المينك اويل ده بعد ما بتنضفي الشنطه او تنضفي الحذاء وفي مراحل للتنظيف بتحطي المينك اويل. ليه؟ لان الجلد الطبيعي لازم له ترطيب. يعني انا عندي شنط جلد طبيعي كتير، فاحيانا بتبقى جافه ولمعتها بتروح كده وبتبقى باهته. فسالت المحلات اللي بتبيع الشنط والاحذيه الايطالي الاصليه كيف اهتم واحافظ واعمل صيانه للحاجات دي الجلد الطبيعي. قالوا لي لازم بعد التنظيف، وعرفوا لي ازاي التنظيف. تحطي المينك اويل، يعني مسحه صغيره كده تمسحي بيها على قطنه كل الشنطه ترجع كانها براند نيو بتلمع. فده المينك اويل اللي جبته عشان المع واعمل صيانه للاحذيه والشنط الجلد الطبيعي. طيب دي مجموعه ليب لاينر، لان انا عندي مشكله، الليب لاينر بتاعي كله تقريبا خلص تقريبا. انا عايزه احرك كده شويه عشان ابقى في النص. طيب الليب لاينرز كلهم بتوعي اللي هم محددين الشفاه تقريبا كلهم خلصوا، فده كان عليه خصم كبير من امازون فجبت المجموعه دي كل الالوان تقريبا. طيب في كمان عندي هنا بن العميد. طبعا انا بشرب احيانا بن العميد. اوكي ده بن العميد. القهوه التركي اللي هي الارابيكا، اللي هي حبوب البن الارابيكا 100%. طبعا جبتهم عشان كان عندهم خصم 50% في السيل. وده قلم تاني ليب لاينر برضو بينك. اوكي انا بحب الالوان البينك والاورنج والحاجات الفاتحه. اوكي فده قلم ليب لاينر تاني. اوكي دلوقتي بقى الكرتونه خلصت، هنرميها كده ونشوف الكرتونه دي. طيب دي الكليب بتاع الشعر، الكليبات بتاعت الشعر. اوكي اللي هي الكليب المعدن اللي احنا كليبات الشعر اكيد انتوا عارفينها. انا الحاجات دي احيانا بتضيع مني، يعني بتضيع فبضطر اشتري تاني. طيب ده مزيل للعرق، طبعا خالي من الالومنيوم. الدراسات العلميه اثبتت علاقه بين املاح الالومنيوم وسرطان الغدد الليمفاويه وسرطان الثدي. فيا بنات
لما تيجوا تشتروا ديودرنت او مزيل عرق لازم تبقوا حريصين انه مكتوب خالي من املاح الالومنيوم، نو الومنيوم سولت. شايفين الجمله دي؟ خالي من املاح الالومنيوم. اوكي، ده المزيل العرق بتاعي المفضل. فجبت علبتين. اوكي، وبعد كده ده اعتقد دي ده ايلاينر. ده ايلاينر. اوكي، بس ده ايلاينر ماجيك، ده ايلاينر سحر. ليه؟ هعمل لكم فيديو عليه دلوقتي قدام التسريحه. ده انت بتلزقيه كده زي ستامب، زي ختم، بتلزقيه هو بيرسم لك الايلاينر. لان انا ما بعرفش ارسم ايلاينر، انا عندي مشكله كبيره، ما بعرفش ارسم ايلاينر مظبوط، دايما يعوج ويطلع كده وينزل كده فده كانك انت بالظبط جبتي ختم وبتعملي تن، هو رسم الايلاينر. اوكي، فده الايلاينر الجديد هعمل لكم فيديو عليه. وده مزيل عرق. ودي الكرتونه فضيت، هنرميها كده. ناخد الكرتونه دي صعب قوي. طيب ده هاند ووش. ده هاند ووش هيمالايا، هاند ووش الهيمالايا. اوكي، انا طبعا بجيب ده، كان عرض تقريبا عليه 60 او 70% خصم. والهاند ووش ده انا برتاح فيه قوي، اللي هو غسول الايد. فجبت العرض اللي هو تقريبا 8 قطع، ده كان عليه خصم كبير قوي فجبته على طول. جبت بقى طبعا البادي كريم او اللوشن بتاع الجسم، كان عليه خصم 50%، فده كان العرض قطعتين. جبت بقى البرفيوم اللي انا بحبها كان عليها برضو خصم 50%. دي كالفين كلاين اترنتي. اوكي، وجبت كمان القشاره، المقشره، لان انا عندي المقشره بتاعتي اتكسرت، فجبت مقشره لان انا على طول في الشتاء بعمل بطاطا على طول، وبحب اقشرها قبل ما ادخلها الفرن. انا عارفه ان في ناس كتير قوي هتقول لي لا المفروض تاكليها بقشرها، انا عارفه، بس انا احيانا البطاطا بتبقى مليانه طين، فانا بتقرف يعني، بغسلها كويس قوي قوي، بس بتقرف اكلها بقشرها مع ان القشر مفيد، فبقشرها. والمقشره بتاعتي اتكسرت فجبت واحده جديده. اوكي، طيب دي براش، ده الكيس بتاعها. ده براش عشان تنظيف الجزم الجلد الطبيعي. اوكي، دي البراش. تمام. طبعا البرفيوم بتاعي المفضل برضو، ده سنت اوتو برفيوم بوس، ده برضو من احدى البرفانات المفضله عندي، كان عليه خصم 50%. وده برضو الكالفين كلاين البرفيوم المفضل بتاعي. اوكي، برضو كان عليه خصم 50%. طيب هنا ليبستيك صباع روج، هوريكم اللون. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اللون ده انا بحبه قوي، اللي هو البرجندي، اللي هو دم الغزال او الاحمر الكاتم، ده انا بعشقه. انا بصراحه بعشق كل الوان الروج، انا الروج باكله. طيب ده ده مهم قوي قوي قوي. ده جهاز عشان يعمل مساج للوش. طبعا الحاجات دي كلها وانا بستعملها هعمل لكم فيديوهات عليها. اوكي، ده جهاز بيطلع نور وبيعمل مساج للوش عشان ما يبقاش فيه تجاعيد، ما يبقاش فيه ترهل، يشد الوش ويحسن المظهر البشره. فهعمل لكم فيديو وانا بستخدمه. اوكي، طيب ده بقى ايه؟ معرفش ايه ده. دي الاستيكه. دي استيكه، الاستيكه دي دي استيكه، استنى اوريها لكم، بس هفتح البنطلون بتاعي. بصوا يا حلوين، دي استيكه، دي استيكه مش عشان امسح بيها كتابه، لا، دي استيكه عشان احيانا بيبقى عندك الحذاء الجلد الطبيعي بيبقى احيانا عليه بقع. دي استيكه مخصصه عشان تشيلي البقع اللي على الاحذيه الجلد الطبيعي، فتقشريها كده وتفضلي تمسحي البقعه، تحكي في البقعه لغايه ما البقعه تروح.
انا عندي احذيه جلد طبيعي من تمبرلاند وماركات تانية وعليها بقع، فانا عايزه انضف، فقعدت اسال. قالوا لي في اساتيك بتتباع على امازون دي بتشيل البقع، وشفت فيديوهات لناس بتنظف الجزم التمبرلاند بالاستيكه دي الاول قبل ما تغسل الجزمه. اوكي، لازم تشيل البقعه قبل ما تغسلي الجزمه، فجبت الاستيكه دي. اوكي طيب، الكرتونه دي بقى شوف هنعمل فيها ايه. طيب ده بقى ايه بقى يا بناتيت يا حلوين اصحابي الحلوين؟ ده انا هحط الكرتونه هنا، مش قادره اشيلها. ده برضو شامبو دوف ولا بلسم؟ ده شامبو دوف. اوكي، كان عليه خصم 50%. وده المثبت بتاع الشعر، لان انا شعري للاسف انا شعري بيهيش في الرطوبه بالذات، فلازم بعد ما بعمل له يعني ستايلينج لازم ادوس عليه بالمثبت ده. ده المثبت بتاعي بتاع الشعر. اوكي، فجبت كام علبه للمثبتات. اوكي، بعد كده ده قلم روج. اللون ده طبعا انا بحبه قوي قوي قوي. اللون ده اللي هو ما بين البيج والبينك، اللي هو بيقولوا عليه بينك بيج او بيج بينك. اوكي طيب، ده برضو مرطب للجسم، بادي لوشن، كان عليه خصم 50%. اوكي، وهنا المحددات بتاعه الشفاه. ده ليب لاينر، وده ليب لاينر، وده ليب لاينر. اوكي، ده نبيتي او برجندي، وده مش عارفه لونه ايه. ده بني، ده بني. اوكي، ده بني وده برجندي. اوكي طيب، ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ده عشان لما اجي بالليل انا شعري، لو انتوا خدتوا بالكم شعري خف جدا جدا جدا، خف يعني بقى سقط. ليه؟ بسبب الصبغه والهيتنج، بسبب السشوار والبيبي ليس والصبغه. فانا عايزه ابتدي استخدم حاجات طبيعيه لشعري، لان انا بصراحه مش عاجبني انه خف. يعني انا شعري ما كانش كده، انا شعري كان قد كده، ربنا يعلم يعني انا شعري كان قد كده يمكن 10 مرات. فطبعا كل ما بصبغ كل ما بيقع، كل ما بصبغ مش عارفه ايه دول، كل ما بصبغ كل ما بيقع، فانا قلت لا، بدل الصبغه هجيب حنه، وبدل الهيتنج هجيب الحاجات اللي بتنعم الشعر او بتعمل الشعر كيرلي، الحاجات الطبيعيه. فده بيخلي الشعر كيرلي بطريقه طبيعيه. يعني لما شعرك يكون مندي بتحطي عليه الاويل، مثلا انا بستخدم الارجان. اوكي، بعد كده بتلفي شعرك على ال مش عارفه افتحها يا ربي. اهي، بتلفي شعرك على ده. ده ايه بقى؟ دي بتجيبي شعرك كله على قدام، بتدوريها كده، يعني بتدوري كده وتقومي قافله. اوكي، فانت شعرك بيبقى كله ملفوف زي البكر، كله ملفوف على دي. طبعا دي حرير او ستان، وبعد كده بتكوني حاطه دي فوقيها. اوكي، هعمل لكم فيديو بالتفصيل وانا بعمل شعري، وانا بعمل بيها شعري. اوكي، طبعا هما جزئين. ليه؟ لانك المفروض تعملي القصه او نص شعرك القداماني عليها، والشعر الوراني برضو بتعمليه هنا. اوكي، فعشان كده دول اتنين. اوكي طيب، ناخد دي نرميها هنا، نفتح دي. اعتقد يا اصحابي، لان المشتريات كتير قوي، ان الفيديو ده هيكون 2 جزء. اعتقد لازم يكون 2 جزء، لان بصراحه المشتريات كتير قوي، فاعتقد ان هيبقى فيه جزء تاني. طيب انا هقول لكم باي، لان الفيديو ده طويل قوي بقى 15 دقيقه، وهعمل لكم فيديو تاني بشرح لكم فيه كل المشتريات بتاعه الامازون في الجمعه البيضاء في البلاك فرايداي. بحبكم، اشتركوا في القناه، ادعموني، اعملوا لي لايك، اكتبوا لي كومنتات، شجعوني يا اصحابي، شجعوني، بحبكم.